تفتكر ايه اللي هيحصل لو ما نمتش لمدة اسبوع؟ هل هتحس بالجنون ولا هيحصل ما هو أسوأ؟ فيديو النهاردة بيتكلم عن تجربة حصلت في روسيا اسمها تجربة النوم. تجربة النوم حصلت في الأربعينات وتحديدا في دولة روسيا. كانت لسه الحرب العالمية التانية خلصانة والكل كان مستعد ومتأهب وخايفين تقوم حرب تاني. كل دولة كانت عايزة تقوي الجنود بتوعها، وكان في بعض الدول بتدي للجنود منشطات أثناء الحرب كمان. وطبعا روسيا كانت من ضمن الدول اللي كانت عاوزة تخلي جنودها محدش يعرف يهزمهم. روسيا قعدت تفكر تعمل ايه يخلي جنودها ما يتعبوش ويفضلوا وقت أطول بنشاطهم الدائم، واعتقدوا انهم لما يعملوا كده هيقدروا يهزموا اي دولة تدخل معاهم في حرب، لان معنى كده ان هيبقى عندها جنود اقوى وكمان هيفضلوا وقت كبير وهم بيحاربوا في ساحة المعركة. وعشان كده اخترعوا دواء على هيئة غاز، وطبعا قبل ما يعتمدوه لازم الأول يجربوه على مجموعة من الأشخاص عشان يدرسوا مدى فعاليته وإيه الآثار الجانبية للغاز ده. جابوا مجموعة من أسرى الحرب وعرضوا عليهم الحرية مقابل إنهم يقوموا بالتجربة دي لمدة 30 يوم. 30 يوم ما يناموش ويفضلوا صاحيين، وده طبعا بفضل الغاز المحفز اللي هيمدوا بيه المساجين دول. فبدأوا يجيبوا المساجين وحطوهم في أوضة كبيرة فيها سراير ومؤن تكفيهم من الشهر ده كله، وميكروفونات عشان يسمعوهم من بره، وكان في شباك إزاز كبير الباحثين بيشوفوا منه المساجين اللي جوه. وبدأت التجربة، وكانت الأيام الأولى عادية جدا. المساجين بيتكلموا مع بعض وبيقروا كتب وبيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، وبدأ كل واحد فيهم يحكي عن ازاي اتأثر في الحرب، والجو ابتدى يبقى كئيب وحزين على كل المساجين. وصلت التجربة لليوم الخامس وبدأت تاخد منحنى خطير. المساجين بقوا عصبيين وبيتعاملوا مع بعض بعنف، بيتخانقوا وبيضربوا بعض، وبدأت تحصل لهم هلاوس. بقوا يبصوا للحيطان ويتكلموا مع أشخاص مش موجودين في الحقيقة. الباحثين بقوا يسألوا نفسهم هل اللي المساجين فيه ده بسبب قلة النوم ولا بسبب الغاز، وده أثر من آثاره الجانبية. استمرت التجربة والمساجين وقفوا كلام مع بعض وبقوا يدوب بيتعاملوا بالهمس ما بينهم، فبقى صعب على الباحثين يسمعوا اللي بيتم في الأوضة. في وسط الصمت ده خرج واحد من المساجين عن شعوره وبدأ يصرخ ويجري في كل أرجاء الأوضة لمدة 12 ساعة متواصلة لحد ما هدي ووقع على الأرض وبقى يطلع منه صوت أنين. والباحثين قالوا إن أحباله الصوتية قطعت من شدة الصريخ. الغريب مش المسجون اللي فضل يصرخ، الغريب الأشخاص اللي كانوا معاه في الأوضة في وسط اللي حصل ده كله، إلا إنهم ما كانش فيه أي ردة فعل منهم. مع الأيام المساجين قطعوا كل الكتب اللي كانت موجودة معاهم وفضلوا يمسحوها بفضلاتهم ويلزقوها على الإزاز اللي الباحثين بيشوفوهم منه. المشهد كان عبارة عن صمت. الباحثين ما كانوش شايفين ايه اللي بيحصل جوه الأوضة، وكل اللي شايفينه مؤشر الأكسجين اللي بيأكد انهم عايشين وبيتنفسوا، ومؤشر الغاز. الجو هادي وما فيه صوت ولا أي حركة. وبالمناسبة ده كان في اليوم ال14 من التجربة. بعدها الباحثين شافوا ان الغاز هيبقى غير آمن لاستخدام الجنود، وقرروا يوقفوا التجربة ويشوفوا أو يدرسوا النتائج اللي طلعوا بيها من التجربة. الباحثين اتواصلوا مع المساجين عن طريق الميكروفونات وقالوا لهم ان الباحثين هيدخلوا جوه الأوضة ولازم المساجين تنبضح على الأرض وما يعملوش أي حركات مفاجئة، ولو اتعاونوا معاهم هيدوا لشخص فيهم حريته. المساجين محدش فيهم اتكلم غير بعد فترة جالهم صوت من جوه الأوضة بيقول لهم انه خلاص مش عايزين يخرجوا ومش عايزين حريتهم. بدأوا الباحثين يفرغوا الأوضة من الغاز ويدخلوا جوه الأوضة لحد ما ذهلوا من المنظر. أجسام المساجين كانت متقطعة وأعضائهم خارجة برا جسمهم في مشهد مقزز ومرعب في نفس الوقت. المساجين بطلوا ياكلوا الأكل اللي كان معاهم وبدأوا يقطعوا في جسمهم وياكلوا فيه، وكان كل واحد بيعمل كده في نفسه. بالمنظر ده الباحثين خلاص عرفوا ان التجربة فشلت والغاز مش آمن علشان يدوله الجنود. كان كل هم الباحثين انهم يعرفوا الآثار الجانبية للغاز ده، فعرضوا المساجين على مجموعة من الدكاترة، وواحد من المساكين كان بينزف جدا. حاولوا يعالجوه ولكن كان بيقاوم، حاولوا يخدروه ولكن ما كانش بيأثر فيه، وده طبعا بسبب الغاز. وكان كل اللي بيقوله رجعوني الأوضة ورجعولي الغاز لحد ما مات من كتر النزيف. تاني واحد من المساجين كان الراجل اللي أحباله الصوتية اتقطعت، وده كانت أعضاؤه معظمها طالعة برا وكان عايش، وحاولوا يخدروه معرفوش لحد ما الراجل ده أصر ان الدكاترة يشتغلوا وهو صاحي، وكان باين عليه انه عاوز يقول حاجة، فادوله ورقة وقلم وكتب رجعوني الأوضة ورجعولي الغاز تاني، وفضل على الحالة دي لحد ما مات.
وباقي المساجين كانت حالتهم صعبة، وكان في 2 منهم مصرين على استكمال التجربة، فقرروا انهم يرجعوهم الأوضة ويكملوا التجربة. في حين انهم بيرجعوهم للأوضة، واحد من الاتنين هجم على الجنود اللي كانوا معاهم وتسبب له في إصابات كبيرة، والتاني دخل للأوضة وهو بيجري، فلقوا ان الأمور بتخرج عن السيطرة وقرروا يقتلوا أول مسجون، ودخلوا ورا التاني في الأوضة ولقوه منظره غريب كأنه اتقدم بالعمر ل100 سنة قدام، فقرروا انهم يقتلوه وانتهت التجربة بكده. بيتقال ان القصة دي تأليف، وهي من مجموعة قصص كريب باستا، ودي مجموعة قصص مرعبة أجنبية. وبالنسبة للصورة المنتشرة عن الموضوع ده، فهي مجسم لشركة عملوه في الهالوين، وتم تعديل الصورة علشان تظهر بالمنظر ده.